زي ما انا قلت البرنامج التلفزيوني اول امبارح، زين الدين بالعيد خلاص القصه بتنتهي على التعاقد لمده 4 سنوات. يحيى عطيه الله القصه محسومه، بس تاني هرجع اقول لك انه خلاف ما بين الاثنين الوكلاء، ما بين الاثنين الوكلاء يتحل الخلاف. ممكن يحيى عطيه الله تلاقيه في النادي الاهلي. يوسف ايمن رايح جاي، يعني ايه رايحه جايه، يعني ايه انا مش قادر اقول لك بشكل نهائي ان يوسف ايمن خلصان، بس رايحه جايه يعني. هو الميزه فيه انه مصري، لكن كولر بيفكر في حد يعني تاني. بس انا عايز اقول لكم يا جماعه، في ولدين صغيرين، احمد عبدين ومعتز عبد الله، ولازم الولدين دول ياخدوا فرصتهم، يعني يلعبوا ماتشات وديه كتير. لو جت فرصه في الدوري ياخدوا، لانه طب هتشوفهم ازاي؟ يعني ما هو مش لازم ان انا اللعيبه كلها تتكسر عشان ابقى مضطر ان انا ادي فرص. يعني حطهم في القائمه، يعني مش لازم يتحط، يعني مش لازم يحط القائمه مثلا 22 23 يبقى هو الزياده، ياخد الاحساس وبعد كده يدخل في الاحتياطي، وبعد كده لو في فرصه ياخد فرصه في مباراه ولا حاجه. تفرق كتير جدا يا جماعه، لان انا شفت الولاد دول مع منتخبات الشباب، وفي الولد اللي راس الحرب حمزه عبد الكريم ده حاجه تحفه، حاجه تحفه كمان، يعني حاجه كده عظيمه يعني. في كتير وانا هبقى اكمل بقى الاسماء كلها، وهعمل لكم حلقه خاصه على الناشئين في الانديه الكبيره، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد مصري هكذا يعني، او حتى بيراميدز، او حتى انديه الشركات. يعني هظبطها لكم ان شاء الله بامر الله عز وجل. طيب الحاجه الثانيه كمان اللي انا عايز اقولها، انه لازم ناخد بالنا من التدوير بتاع اللاعبين، لان ده مهم جدا جدا جدا. عشان تنجح وعشان تمشي بشكل جيد لازم تدور لعيبه بشكل محترم. هتلاقي الدنيا ماشيه حلو، وهتلاقي الدنيا فيها نجاحات الفتره اللي جايه باذن الله. فيبقى مهم جدا موضوع الولاد الصغيرين. ما انا هديله فرصه امتى؟ هلاعبه امتى؟ ده مهم. هتقول لي الدوري والدنيا مزنوقه، والله العظيم موافقك بنسبه 1000% بس كمان في نفس الوقت انا محتاج ولاد النادي. بصوا يا جماعه، هقول كلمتين كده ايه ولازم الناس تسمعهم كويس. يعني انت النهارده لما تيجي تبص على فرقه النادي الاهلي، بصوا اول حاجه التدعيم بالمحترفين واللاعبين، ده امر واجب محدش يقدر يتكلم فيه، وده عشان انت بتلعب على بطولات محليه وعالميه، والنادي الاهلي اسمه بيرن. وهقول لكم قصه حلوه للاهلاويه هتبسطوا منها جدا دلوقتي. ف لازم تدعم بلعيبه محترفين وتدعم اللعيبه داخلين هنا. لكن تعالى بقى اقول لك فرقه النادي الاهلي دلوقتي الفرقه الاساسيه الشناوي وشوبير ابناء النادي الاهلي، محمد هاني ابناء النادي الاهلي، رامي ربيعه ابناء النادي الاهلي، محمد عبد المنعم ابناء النادي الاهلي، احمد نبيل كوكا ابناء النادي الاهلي، واكمل لك بقى اسماء يعني. ممكن مين تاني يعني تاني بيلعب بخط الهجوم، كهربا اصلا من ابناء النادي الاهلي. يعني فهتلاقي 6-7 لعيبه من ابناء النادي الاهلي. انا اسف بنسى بعض الاسماء، معلش عشان دايما بتكلم من الذاكره يعني. لكن عندك فطاحل علي معلول مثلا، اضافه عظيمه جدا للنادي الاهلي. عندك مثلا حسين الشحات. عندك كتير من اللعيبه، امام عاشور، لعيبه تقال جدا ولابد ان انت تجيب. لكن في نفس الوقت لازم تبص على اولادك، لازم تشوف اللي عندك دول شكلهم عامل ازاي، عشان ما يبقاش في انطباع كمان لدى اللعيب الناشئ انه اول ما هيتصعد فريق اول او اول ما هيطلع لسن الفريق الاول هيمشي. لا، دايما تديله امل. يعني الزمالك لما خد الدوري 2 سنين ورا بعض كان معظمهم ولاد صغيرين من ابناء النادي.